الصف الثالث ابتدائي. استاذ حاتم قال اي واحد من عندكم اشوفه قاعد عاقل اطلع الحمامات يغسل. احنا كان بوقتها شباب عندنا فد شي اللي يروح يغسل. انا وعتيو اخر رحله. طبعا انا وعتيو تقول فياله قاعدين اخر رحله، سنتيمين على الرحله وباقي جسمنا كله طايح بالارض. باو عليه هيك المعلم قال يوم منك ابن الشيطان بوطن، شو صاير غدوه مالت الصف؟ قلت له استاذ عجبك بس غير تحترمني والله شوف اخلاق وادب حياتك ما شايفه. قال شلون ولد؟ قلت له استاذ اروح انا لوعتيو. قال قوم انت يلا. شباب انا رحت مدري وحاط الجنطه مالته بالممر، قاعد امشي وطلع كله تباوع لي وما احس كله رجلي طبت بين السيار مالت الجنطه وعلى وجهي طباه. المدرسه كلها قامت وقعدت، عبالهم صاروخ نزل. ولك شنو هاي؟ قلت له استاذ ما ادري انا وقاعد. قال يلا قوم قصر وتعال بسرعه. فتحت لك الباب والقى لك تكرمون كلب بالباب، رجعت سديت الباب. قال ها شو ما رحت؟ قلت له استاذ انا بالساعه رحت غسلت، خل الطفل صار غيري ودعت ياوي. قال لا اليوم انت مو طبيعي صدق عاقل درجه اولى. قلت له استاذ مع الاسف عليك والله صدق كذب. راحت يوي شافت كلب، خلت كلب يطب سد الباب. قامت لك العيطه والصيحه بالصف. المعلم صار بزاويه، الطلاب صاروا ما ادري وين، الا واحد اسمه قصي قاعد اول رحله، هذا نايم ما يدري بالدنيا طشت رشت تقول سحير الليل. انا شفت هيك قلت خليه بعد تعرفون لازم بوطن هو يصير بطل بكل موقف، بطل الحلقه. قلت له استاذ اسمح لي رجاء لا حد يتدخل على اصحاب القلوب الضعيفه الخروج من الصف. قال شكو؟ قلت له استاذ هذا عنده وياه اثار، كل ما اجي للمدرسه يعض التاير مال بايسكلاي. قالوا لك كلاب انتم بيناتكم بس حلوا السالفه. شباب وانا باوعت منه وقال لك جنطه جواي وارفع لك اياها بها 50 كيلو تقول كيس مال اسمنت، تقول كيس مال طحين، احتاريت وانا اشمرها ما توازنت واشمر لك اياها على قصي. قصي نايم ونزلت لك على راسه والنومه نومه. حاولنا ردنا ما اعرف شنو ما حسنا كل احتياوي صار درع، لزمناه وكله احنا صرنا وراه وحطيناه قدام. وهو ويتشلب هو ويتشلب ملاوي. عضك الشلب وين؟ بالحذاء.